مساء الخير. انا جاي النهارده اوريك من خلال برنامج فودافون كاش تسحب من مكنه اي تي ام وتعمل كارت اونلاين. كل ده من البرنامج. طبعا اللي ما عندوش البرنامج وعارف هينزله ازاي، اول حاجه بتدوس على فودافون كاش اهو. تمام. بس قبل اي حاجه يا جماعه، اللي ما عملش اشتراك يدوس اشتراك ويعمل لايك عشان خاطر تشوف الفيديو الجاي وانا بسحب من المكنه. ولو في اي عطله، عشان ساعات كتير جدا بيقابلنا عطل انك بيقول لك تم عمليه بنجاح وما بيطلعش الفلوس، هوريك ازاي تحلها وانت واقف قدام المكنه. تمام. اول ما بيفتح البرنامج بيجيب لك تحويل اموال، تجديد فليكس، شحن رصيد. شحن رصيد لو انت تشحن موبايلك. تجديد تحويل اموال بتدوس عليها لو انت عايز تحول لاي رقم، مش شرط فودافون كاش يا جماعه، موبينيل، اتصالات، اي رقم تمام يكون عامل محفظه بتحول له. بتدخل رقم، بتكتب المبلغ، الرقم السري، بتدوس تحويل اموال. معاك من اول 15 جنيه لحد المبلغ اللي انت عايزه. تمام. طب انا عايز اعمل كارت اي تي ام. كارت اي تي ام ادفع بيه اونلاين. تمام. يا اما اشحن بيه بابجي، اعمل بيه ما بدالك اهو. شايفين ايداع بالكارت اهي مكتوبه تحت اهي ايداع بالكارت. بدوس عليها كده. تمام. هنا بيقول لك ادخل المبلغ. تمام. هندخل مثلا 10 جنيه، 10 جنيه اقل حاجه. تمام. هندوس المفروض ايداع اهو. بص بيقول لك ايه، برجاء التاكيد ايداع 10 جنيه للرقم اهو. تمام. هتدوس على تاكيد طبعا عشان مش عايز ان انا اعمل الكارت. طب انا بعد ما اعمل الكارت ايه اللي بيحصل؟ بعد ما بتعمل الكارت يا باشا بيجيب لك الرقم السري بتاع الكارت والاربع ارقام اللي انت بتدفعهم في الجهاز التاني. فاهم قصدي؟ يعني انت معاك الجهاز التاني عايز تشحن طبعا او عايز تشحن بابجي، فبيقول لك ادخل الرقم السري والاربع ارقام بتوع الكارت الاي تي ام. هو بيجيب لك الاربع ارقام دول، بتدخلهم بيجيب لك المبلغ اللي انت شحنت بيه. شحنت ب 100، 200، 500. طبعا دي اول حاجه. طب تاني حاجه، لو انا عايز احول على اي تي ام اللي هي مكنه الصرافه اهي. بص عمليه اي تي ام، لو انت عايز تحول على بتدوس عليها كده، بتدخل المبلغ اقل حاجه برضو زي ما احنا قلنا 20 جنيه. تمام. الرقم السري، بتدخل الرقم السري، بتدوس تاكيد. بيجيب لك بعد ما بتعمل العمليه كده بيجيب لك ايه بقى؟ بيجيب لك الرقم السري بتاع المكنه. بيجيب لك الرقم السري بتاع المكنه. الفيديو الجاي هوريك وانا بسحب برضو لحد 30,000 جنيه. تمام. والألف على 1%. الألف على 1%. طب أنا دلوقتي سحبت، عشان دي حصلت معايا، سحبت مثلا 10,000 جنيه. تمام. وجاب لي رسالة تم عملية السحب، وطلعليش من المكنة ولا جنيه، برغم ان هي جات لي رسالة قال لي تم عملية بنجاح. تم العملية بنجاح. دي حصلت لي كذا مرة. ما تتخضش وما فيهاش اي مشكلة. كل اللي بتعمله ايه؟ تبقى انت قدام المكنه بتكلم خدمه العملاء فودافون، تقول لهم يا فندم انا عملت عمليه تحويل من فودافون كاش. تمام. تمام يا جماعه. بتكلم خدمه فودافون، تمام، خدمه العملاء، بتقول لهم على اللي حصل معاك يا فندم. انا حولت 5000، 10,000، اي مبلغ، وجات لي رساله تم عمليه بنجاح ومفيش ولا جنيه طلع. هيقول لك حاجتين. اول حاجه يقول لك مليني رقم المكنه. تمام. عشان طبعا انت في مكان هو مش عارف، مثلا يعني انت في محافظه القاهره، الجيزه، اي محافظه، فالمكنه كل مكنه بتاعت اي تي ام ليها رقم، بتملي الرقم ده من خلال خدمه العملاء. قدر بيحلها تمام، ما قدرش بيقول لك يا فندم تتواصل بالبنك، البنك الاهلي، بنك مصر، حسب المكنه اللي انت تسحب منها، بتتواصل بيها في خلال 24 ساعه. ما بتكملش ال 24 ساعه، بتبقى في خلال 3 ساعات بكبيرك بيرد الرصيد تاني في حسابك. اول ما بتخش بعد ساعتين 3 بتلاقي الرصيد رجع. وما بيتكملش بصراحه، انا حصلت معايا كذا مره عشان ابقى صريح. في خلال ساعه وفي خلال نص ساعه بالظبط، 30 دقيقه بالظبط، حصلت معايا في 2000 وحصلت معايا في 5000. سحبت من اي تي ام، اللي هي من بعمل عمليه اي تي ام كده، بكتب الرقم اهو 5000 مثلا. تمام. وبكتب الرقم السري بتاعي. بعد كده بيجي لي الرقم السري بدخله اللي هو بتاع الاي تي ام. بعد ما بعمل العمليه بيجيب لي تم العمليه بنجاح وتم سحب 5000 جنيه. تيجي المكنه تطلع مفيش. يا اما المكنه بتبقى مهنجه، يا اما ما فيهاش فلوس، يا اما بيحصل عمليه فشل من خلال المكنه اي تي ام. بس انا في الموبايل بتجي لي رساله تم العمليه بنجاح. فما فيش، بكلم خدمه العملاء ما بتكملش 30 دقيقه بتجي لي رساله بيقول لي تم استيراد 5000 جنيه في حسابك. بخش بلاقي ال 5000 رد تاني. فالعمليه يا جماعه مضمونه، يعني ما تقلقوش، ما فيهاش اي قلق. ده كمان معاك الابلكيشن، يعني معاك كذا حاجه حلوه قوي. يعني بص بيقول لك هنا لو عايز تدفع قسط، اي قسط بقى، بص اهو كاتب لك كذا حاجه هنا اهو. بص كاتب لك بيتك لو انت عليك بيتك، تمام، مصر التامين، ماتي فلوس، كونكت، سي اي، سم، كل ده يا جدعان لو انت عايز ارزاق بالله. تمام. التعمير، التأمين العقاري، كل ده لو انت عايز تدفع من خلال فودافون كاش. طب بس كده؟ لا، ده في حاجه جميله جدا. لو انت بتدفع قسط
وده افضل. اولا بتوفر تعب، ثانيا بتوفر مجهود ومشوار وطوابير، ثالثا والاهم من ده كله انت بتكسب فوق ده. ازاي؟ طب انا لو دفعت قسط بيتك كمثلا 5000 او على قسط 3000، تعرف ان انت من خلال 3000 بيرجع لك كاش باك بالحد الاقصى 50 جنيه، يعني ممكن يرجع لك 20% على كل المبلغ، على كل 1000. ايه ده؟ في الكلام ده؟ وبيرجع لك على فودافون كاش، وممكن تسحبهم فلوس، وممكن تجدد بيهم باقه، يا اما تجدد بيهم باقه النت. يعني حسن جدا، يعني انت بتوفر تعب ومشوار وفي نفس الوقت بتوفر فلوس. فانا انصح بحكايه الاس دي يا جماعه، جميله جدا، انا مجربها. غير ان انت ممكن تشحن برضو كهرباء معاك، الغاز، الكهرباء، مصر الوسط، كل ده، شمال القاهره، كل ده ممكن برضو تدفع من خلال فودافون كاش. انا شغال بيها بصراحه، ممتازه جدا. الغاز، الميه، شركه الكارت الفكه، شحن كارت فكه لو انت عايز تشحن كارت فكه، عمليه ATM، كارت دفع اونلاين اللي بقول لكم عليه. لو انت عايز تعمل كارت اونلاين اهو، تمام، بتعمل اصدار الكارت اهو، تمام اهو، بتدخل المبلغ بتاعك 20 جنيه وبتدوس اوكي. طب في حاجه هنا يا جماعه ناخد بالنا منها قوي، صلاحيه مده الكارت 24 ساعه فقط، عشان ما يجيش حد يا جماعه يبقى مثلا مسافر وبتاع المكان ما فيهوش شبكه، فيعمل الكارت، يعمل له كارت كده حلو ب 200 300 جنيه، يقول لك لما اروح هناك العب بابجي وبتاع عشان اشحنه، يسافر يقعد له 12 ساعه في الطريق، وبعد كده 5 6 ساعات على كافيه، ويجي يعمل بالكارت بعد تاني يوم يقول له الكارت غير الصالح. عشان يا باشا مديك هنا صلاحيه 24 ساعه فقط، بعد ال 24 ساعه شكرا كارت بينتهي، اذا كنت شحنه ب50 ب100 ب1000 باي مبلغ. فناخد بالنا من الحته دي كويس جدا، عشان في ناس كتير بتقع فيها. تمام يا جماعه. تجديد SDCL لو انت باقه النت عايز تجددها، فاتوره الموبايل، ايداع بالكارت، تبرع، المدرسه. اظن يعني بص، بتنزل برنامج فودافون كاش بيوفر عليك حاجات كتير جدا بصراحه، وامن، وفي نفس الوقت في كذا ميزه حلوه جدا. يعني انا بصراحه لما بستخدمه، اذا كان تحويل رصيد، او اذا كان قسط، او اذا كان عمليه ATM، او كارت دفع اونلاين، كل ده بيجي لي كاش باك هنا اهي فوق. بص كده يا جماعه، هنا بتجي لك الهديه اهي، بتدوس عليها كده، لا يوجد كاش باك، عشان انا لسه ما عملتش اي عمليه، فاهمين؟ يعني لا يوجد كاش باك. اول ما بتعمل انت اي عمليه بيجي لك هنا الهديه، على حسب بقى المبلغ اللي انت بتحوله، او مثلا بتدفعه، او مثلا بتعمل الكارت ATM. بس يا جماعه، بس احنا معظمنا كلنا بنستخدم العمليه ATM اللي هي دي، العمليه ATM اهي، بندوس عليها، بندخل المبلغ 10 جنيه اقل حاجه طبعا لحد 8000. بس في حاجه يا جماعه، بس اذنكم، لو انت عايز تسحب 8000 او 10000 او اي مبلغ، تليك لحد الاقصى 30000 جنيه، تمام؟ ما تسحبش مبلغ كبير بعد ال5. ليه؟ ان المكنه، معظم المكن اللي بقى في الشارع بقى خلاص، يعني فاهم زي ما تقول الصلاحيه بتاعته اكسباير، يعني تعب، فبيجي بعد مثلا بيعدي 50 ورقه 200 مثلا، او 60 ورقه او 70 ورقه، تلاقيه بيهنج، فتلاقيه مثلا لو ورقه دايبه بتاع، تلاقيه المكن وقف، هتلاقيه طلع لك المبلغ ناقص، تلاقي العمليه فشلت. طب انا عليا بايه ده كله؟ طب ما انا لو هسحب 10000 يا عم اسحبهم على مرتين، ما فرقتش يعني ال3 دقايق دول، او على 3 مرات، ولا بتكلم غلط؟ يعني ده امن ليك انت فاهم؟ يعني ما تجيش لو طوابير وانت واقف في طابور وبتاع، فتقول اسحب بالمره 10000 فاطلب 10000. ما هي المكنه ممكن ما يكونش فيها 10000، يعني المكنه ممكن يكون فيها 8000 بس، حقيقي والله، وممكن يكون فيها 5. فانت حاول اي مبلغ بعد ال5 اخرك، يعني اخرك عود نفسك العمليه الواحده 5، فاهمني؟ بعد كده اقسمها على 2 بقى، لو تسحب 10 تسحب 15 تسحب 20 30000، اعملها من 4 مرات. واصله لك؟ بس هو البرنامج سهل جدا، ما فيهوش اي صعوبه، وحتى طريقه استخدامه سهل جدا. بتقدر تجدد باقتك، تقدر تحول اموال، تقدر تشحن رصيد، تقدر تجدد باقه الانترنت، ما فيهوش اي صعوبه. وحتى كمان بيديك عروض بتاعه الموبايل. فانت لو في اي حاجه في البرنامج اكتب لي في الكومنت وانا معاك، وما تنساش تعمل اشتراك ولايك، تمام؟ عشان تشوف الفيديو وانا بسحب من ATM، وانا بعمل كارت ATM، وانا بعمل كارت اونلاين، كل ده موجود.